عسلامتكم، مرحبا بكم. كما تفهمنا في اول الجمعه باش نخصصوا مساحه اسبوعيه ناخذوا فيها سؤال من الاسئله نتاعكم اللي لقى برشا مسانده من الخيان، ونحاولوا نجاوبوا على السؤال هذاك. الاسبوع هذا خزرت انا في التعليقات اللي خليتوهم تحت الفيديو هذيك، لا فيديو انونس اللي عملتها، نلقى انه اكثر سؤال لقى استحسان هو سؤال سي حافظ السعيدي. سؤال سي حافظ السعيدي يقول كيف يمكن تأمين الاستمرارية والتطور للفلاحة التونسية في ظل شح المياه والتهديدات بالعطش. وهو السؤال الحقيقة جاء في وقته، لأنه الأسبوع هذا، الأسبوع اللي قبله تاع الخميس اللي فات، خرجت أنا شفت بعض السدود، وشفت في شيرة باجة الموسم الفلاحي. يعني خرجت من تستور محسوب وطلعت حتىش العين دراهم. الوضعية اللي ريتها بطبيعة الحال نعرفوها الكل، اللي احنا البلاد في زمة متاع ماء، وان شاء الله ربي يرحمنا. لكن المشكل هو ماهوش جديد، المشكل قديم عنده سنوات. بطبيعة الحال دولة الاستقلال عملت برشا مجهودات، هذا ما لازمش ننكروه، وصارت بناء سدود ومجمعات مائية وخدمة على الفلاحة. لكن الخدمة نتاع الفلاحة تراخات في التسعينات. ورد علاش؟ لأن يمكن فيكم تتذكروا ولا ما تذكروش أنه كانوا يعتبروا أنه الفلاحة سي السيكتور بريمير تاع الإيكونومي، وأنه السيكتور المهم في الإيكونومي هو السيكتور تيرسيير، يعني نتاع الخدمات. وهذاك علاش عطاوه قيمة كبيرة ياسر وتلهوا به برشا في عهد بن علي على حساب الفلاحة. والفلاحة كانت مضامة برشا، والفلاح مضام برشا. علاش؟ لأن باش يحاولوا يحافظوا على القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي ويركحوه ويكون راضي وما ترتفعش الأسعار، ينزلوا على الفلاح. فكان جاته صابة الفلاح بطبيعة الحال باش تكثر السلعة والأسواق باش تطيح، وكان جاته نقص الإنتاج وباش ترتفع الأسعار، يغرقوا السوق بالمنتوجات الأجنبية. فالفلاح ما عادش لاقي روحه. وهذاك علاش وقت اللي جينا نشوفوا في الدراسات اللي تعملت بعد الثورة في الفقر، لقينا الفقير الأولاني هو اللي ما يخدمش البطال، ومن بعده العامل الفلاحي، ومن بعد الفلاح بيض. فالوضع هذايا كيفاش تحب الناس تقبل على الفلاحة، كيفاش تحب واحد يشوف في بوه كيفاش قاسي يمشي هو يحب يكمل الثنية نتاع بوه حتى لو كان عندهم أرض. وهنا لابد أن نفهموا أهمية الفلاحة. ما تحسبش فقط بدخلها في الناتج الداخلي اللي هو حوالي 12% توا، وفي القدرة التشغيلية نتاعها، وإنما هذا كله بوتنسيال كبير ينجم يكبر وقت نلقاو حلول للمشاكل اللي عندنا. من جملة المشاكل وأهم المشاكل اللي عندنا هو مشاكل نتاع الماء، وأنه ثم تغيرات مناخية قاعدة تصيب العالم الكل وما ثمش هروب منها. لابد من ترشيد الماء. تعرفوا لي 80% من الماء يمشي للفلاحة، دونك بخلاف الماء اللي يجيب الأمطار وغيره، اليوم لابد من خلق بدائل، والبدائل مكثفة. يعني الماء، إعادة استعمال الماء، لابد هذا من العمل عليه بجدية أكثر، وتكبير الحجم متاعه. تحلية ماء البحر هذا مهم جدا، وما عندناش هروب منه. وريتوا البلدان كيفنا، كيما مصر وإلا كيما المغرب، ما نتحدثوش على بلدان الخليج اللي هي بوضعها يعني في حالة فقر مدقع مائي، لكن بلدان تشبهنا ديجا مشات لتشغيل الطاقة في هذا. والتشغيل ما هي الطاقة؟ هنا سؤال مهم، خاطر الماء مربوط بالطاقة، وباش تحلي الماء لازم تستعمل طاقة، وإذا كان مش تستعمل طاقة والطاقة تكون غالية برشا ما عملت شيء. احنا عملنا دراسة وتوا في وقتها نخرجوها. الدراسة هذه على أنه تم ميكس انرجيتيك، يعني أنه كما ماشية برشا بلدان في العالم، أنه يكون مجموعة بتاع الطاقات يقع استعمالها. الطاقة بتاع الكربون بطبيعة الحال الكلاسيكية التقليدية، لكن الطاقات الأخرى هي الطاقات الخضراء الشمسية ومتاع الريح. لكن نحب نقول لكم راهو برشا ناس يتصوروا أنه الطاقة الشمسية رخيصة. راهي الطاقة الشمسية أغلى طاقة ممكنة اليوم، على خاطر التكنولوجيا نتاعها ما نتحكموش فيها، وخاطر اللي بانو غاليين برشا. راهي قدام الطاقة النووية 3 مرات أغلى من الطاقة النووية، لازم تفهموا. ثم الطاقة النووية اللي عقود حاولوا لوبيات نتاع الناس اللي دافع على البيئة أنه يجعلوها طاقة مخترة. اليوم تراو أنه العالم كله قاعد يرجع للطاقة النووية. الصين عندها أكثر من 50 مفاعل نووي وباقي عمال تحط. فرنسا توا برنامج جديد في 4 مفاعلات نووية جديدة، والمفاعلات النووية متاعها القديمة زادت مدت في العمر متاعها. يعني الخطر اللي كان يتحدثوا عليه الكل مبالغ فيه،
ونشوفوا بلدان كما ذكرت لكم، بلاد كما الامارات، بلاد كما السعوديه، بلاد كما مصر، بلاد كما المغرب، بلاد كما تركيا وغيرها التجاوا اليوم للطاقه النوويه في الميكس انرجيتيك نتاعهم، يعتمدوا عليها من جمله الطاقات. فاحنا لو كان ندخلوا زوز مفاعلات نوويه متوسطه الحجم، يعني معناها 1000 ميجاوات، معناها ما بين 900 و 1100 ميجاوات، ممكن انه نحدثوا تحول كبير في الفلاحه نتاعنا. يمكن نجموا نوصلوا 190 ألف هكتار جديد ندخلوهم سقوي، معاهم ما أقلش من 14-15 ألف موطن شغل جديد. ثم تحولات كبيرة تنجم تصير. ثم اليوم لازم نفهموا حاجة، أنه راهو الشمال متاعنا من بزرت حتىش العقلة تشارن يمكن يعني، وحتى السليانة، هذيك المنطقة متاع الحبوب اليوم، وهذيك المنطقة لازم نحافظوا عليها. وأنا اليوم نشوف في التفتت متاع الأراضي، ونشوف الناس كيفاش قاعدة تزام عليها بالبني، ونشوف كيفاش خاصة في شيرة هنا الشمال، معنا بشيرة بنزرت وغيره، ثنية بنزرت، خذ كتار ابني فيه دار ويمشي هاك الكتار هذاك في أراضي مهمة جدا ومنتجة عندها مردودية كبيرة. فهنا لابد من تغيير السياسات بشكل جدي وصارم. ثم موضوع متاع العلف، قعدنا نوكلوا في البقرة متاعنا وفي الفلوس متاعنا كما يوكلوا فيهم في أوروبا بالمنتوجات اللي موجودة من أوروبا، وهذا ما يمكنش. تعرفوا اللي هذايا الماكلة متاع الحيوانات تدخل ما بين 60 و 70% في كلفة التربية متاع المواشي هذه. فمش معقول أنه نقعدوا معملين على هذا، لابد أنه نلقاو علفة بديلة محلية، نستعملوا المخزون المحلي اللي يفضل لنا من الصيب الكل متاع التمر ومتاع الزيتون وغيره، الكل يقع تحويله ويدخل في التركيبة هنا. وهنا ثم جهد متاع بحث ومتاع تجربة كبيرة ياسر لابد نقوموا به بشكل سريع ومتسارع. اللي حبيت نقوله هنا أنه لو كان اليوم نفهموا، كان جات معنا الدولة مفروض أنه تجي من شهر أوت تجي تقول للفلاح، تقول له اسمع راه باش نسحر السنة القمح مثلا في العالم، نقولوا احنا نسوموا 150 دينار ما يعادل 150 دينار تونسي. أنا يا سيدي راني باش نعطيك 200 دينار تونسي. هي رابحة الدولة، خاطر 200 دينار هذوكم باش يدوروا من عند الفلاح وعاودوا يرجعوا للدولة، باش يرجعوا لها لجيبها هي. ثم الحاجة الثانية هما دينارات، في حين أنه ال 150 أو ما يقل من 150 دينار معدلهم بالدولارات تجيبهم اللي هي ما عندهاش. فلو كان نقولوا له الفلاح الشكل هذا، نضمنوا له أنه دابور أنه نضمنوها نهنيوه على المردودية، تو يزرع الدنيا الكل، يمكن الجنينة نتاعو يزرعها. فهنا تحفيز على الفول المصري، تحفيز على الليغومينوز، تحفيز على السيريال، توزيع من السيريال بلاصه اللي يبدا فيها الشعير اللي ينقص فيها الشحن على اقل من 400 ملم تمشي للشعير، والاخرى تمشي للقمح. يعني ثم اسيستانس، فما وقفه نتاع الدوله بجانب الفلاح. هذا مهم لانه الموضوع موضوع ماهوش نتاع الفلاح وحده، هذا موضوع نتاع امن قومي ووطني، وذاك لابد من العنايه به. فريت وانتم موضوع يعني الفلاحه موضوع كبير ياسر، ما تحدثتش على تربيه الماشيه، ما تحدثتش على هاك البقره اللي تعدي عام كامل وما تجيبش عجل، واذا كان ما جابتش عجل مولاها مربح حتى شيء. كيفاش الانسيميناسيون والمشاكل نتاع الانسيميناسيون وغيره وغيره، يعني مشاكل الفلاحه يلزمها ساعات وساعات باش نتحدث عليها. فالمهم هو ان نكونوا كلنا واعيين باهميه الموضوع هذايا. وانا عبرت على الاهتمام تاعي من قبل، وهذا نعتبره انا من المواضيع الاساسيه. هذاك ايش خلاني انا تحولت برشا عباد قالوا ايش قاعد يعمل هذا، يتفقد في السدود يا اخي باش يصب باش عباها بالجازوز. لا مانيش عباها بالجازوز، مشيت نتفقد في السدود لاني يلزم نكون على معرفه بالمشاكل. نعرف اللي السد سيدي سالم عنده 6 سنين ما تعباش، ما جاتوش مطره باهيه 6 سنين، اللي هو تو اليوم عامل 15 ولا 16% من القدره نتاعو من الطاقه نتاعو. هذا الكل حوايج اللي باش يعمل الفعل السياسي في اعتقادي انه لابد يكون مطلع عليهم ويكون مهتم بهم وعنده ليهم بدائل خاصه حاضره. فهذا باش نطولش عليكم برشا، هذه اجابه للخونا سي حافظ السعيدي على السؤال الوجيه نتاعو اللي هو في دون لاكتواليتي، واللي هو موضوع استراتيجي بالدرجه الاولى نتاع امن غذائي ومن تاع سياده وطنيه. فحتى يجدد اللقاء تنجموا تخليوا الاسئله نتاعكم في لي فيديو الجايين ولا لي بوبليكاسيون اللي جايين، وانا تو نختار منهم سؤال، وكل اسبوع
نهار الأحد في الليل يهبط الإجابة على السؤال هذاك. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.